ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ من الاشياء اللي ينفع تتحكم فيها هي حالتك الذهنيه. انت مينفعش تتحكم في طقس، ولا ينفع تتحكم في اي حاجه على وجه الارض الا حالتك الذهنيه. حتى صحتك اللي بايدك مش هتنفع تتحكم فيها. ممكن تصاب لا قدر الله فيروس، او حد يقتلك، او عربيه تخبطك. فانت مالكش تحكم في ده. انت عليك بتقرر ان انت اذا كنت شخص منضبط او لا، او اذا كنت شخص سعيد او لا. عليك انت بتقرر اذا كنت شخص مكتئب او لا. الاشياء دي او الحاجات دي بتأثر عليك، بتأثر عليك فعليا على عقلك. يعني كل اللي انت يمكنك التحكم فيه على وجه الارض هو حالتك الذهنية. لو كنت مش عارف تسيطر على حالتك الذهنية، فانت شخص عامل زي الريشة. الريشة في مهب الرياح، يعني اللي هو ايه، اي ريح او اي شوية رياح هيجوا هيطيروك. شوف بقى هتروح فين بقى، يا تروح في مكان حلو يا تروح في مكان وحش، يعني محدش عارفه، وانت اصلا مش عايز المكان ده. بس انت اللي خلقت استسلمت للرياح. ان انت شخص مش قوي ذهنيا وعقليا كده. لو اصبحت النوعية دي من الاشخاص، انت كده ما عندكش ارادة. انت كده بس زي ما بيقولوا على اهواء الارض. هتبقى غبي، هتبقى غبي فعلا. لو ما صحيتش من النوم كده وقلت انا عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وبصرت وبذلت جهد جامد، وفعلا خليت المهمة دي رقم واحد في حياتك، انت انت كده راجل تمام. لو عملتش كده انت كده خسرت كل حاجة. المجتمع عايز كده. لو مش هتتحكم في نفسك، فالمجتمع اللي بيتحكم فيك. عشان كده لازم تسأل نفسك، هل المجتمع اللي عايزه ليا انا عايزه ولا لا؟ هل يكون ده مفيد ليا ولا لا؟ وطبعا الجواب 99% لا. اللي عايزه منك المجتمع اللي انت تكون عبد حزين فاشل، تدفع الضرايب، مش عايزك تخوض اي مغامرة، مش عايزك ترفع صوتك، مش عايزك تكون هادئ. هذا يعني كل ده اللي عايزه منك المجتمع، هو بيتحكم فيك. لو انت ما عملتش كده، يبقى ما تخليش حد يتجرأ اللي هو يتحكم في حياتك. سلام.